اهلا بيكم في كرشين الهوانم، اتمنى تكونوا بالف خير. هعمل غرزه شتويه، اتمنى يا رب انها تعجبكم. الغرزه دي تقدروا تعملوا منها حاجات كتير، ممكن تقدروا تستخدموها في شال، في سكارف، في بطانيه، في ملابس، وتمشي رجالي وتمشي كمان حريمي. انا هستخدم خيط صوف وهستخدم ابره مقاس 4. هقول بسم الله وهبدأ. الغرزة دي بعملها مضاعفات العدد زوجي، يعني بعملها ب2 4 6 8 زي ما انتوا حابين. انا هنا خلصت السلسلة بتاعتي. السطر الجاي هرتفع سلسلة واحدة، هسيب اول سلسلة، في السلسلة التانية هشتغل غرزة حشو. في كل غرزة هشتغل غرزة حشو، حلقتين على الابرة والف واطلع من الحلقتين مرة واحدة. السطر كله غرزة حشو. هكمل السطر كله لحد اخر السطر. هنا خلصت سطر الحشو. بعد اخر غرزة هرتفع سلسلة تاني وهعيد السطر تاني. هاجي في اول غرزة وهشتغل غرزة حشو، وفي كل غرزة هشتغل تاني غرزة حشو لحد اخر السطر عندي. هنا خلصت سطر الحشو التاني. هبتدي بقى السطر بتاع الغرزة، هشتغل 3 سلسلة، هلف الشغل، وعندي اول غرزة مش هشتغل فيها، تاني غرزة حشو اهي، هلف الخيط على الابرة دي مش هشتغل فيها. الغرزة التانية هدخل كده اسحب الخيط وارفع الخيط لحد طول العمود، والف تاني الخيط على الابرة وانزل في غرزة الحشو اللي تحتيها على طول. هنا اسحب الخيط. يبقى انا كده عندي 5 لفات، الف واطلع منهم كلهم مرة واحدة. كمان مرة هلف الخيط على الابرة، الغرزة اللي جنبها، الف تاني الخيط الغرزة اللي تحتها، والف واطلع من الغرز كلها مرة واحدة. الف الخيط على الابرة، الغرزة اللي جنبها، الف تاني الغرزة اللي تحتها على طول، والف واطلع من الحلقات مرة واحدة. الف الخيط على الابرة، حشو اللي جنبها، الف تاني، ادي الغرزة اللي تحتها، 5 حلقات على الابرة، الف واطلع منهم كلهم زي ما انتوا شايفين كده الغرزة. بكمل بقى بنفس الطريقة كده لحد اخر السطر. هنا انا وصلت لاخر السطر. بصوا الغرزة حتى هتلاقوها هي بارزة شوية او مش بارزة، يعني فيها سماكة كده. بعد كده عندي اخر غرزة هنا هشتغل فيها عمود بلفة، عمود بلفة. بالنسبة بقى للسطر الجاي هرتفع السلسلة، هلف الشغل، وهشتغل السطر كله حشوتين. في كل غرزة كده غرزة حشو، في كل غرزة غرزة حشو لحد اخر السطر. هنا وصلت لاخر السطر، وهاجي في الغرزة التالتة ما تنسوش هتعملوا برضو غرزة حشو. هعيد سطر الحشو تاني، هرتفع سلسلة، هلف الشغل، وهرجع اشتغل في كل غرزة تاني غرزة حشو لحد اخر السطر. هنا خلصت السطرين حشو، بعد كده اخر سطر حشو، يبقى انا بشتغل 3 سطور حشو بعد الغرزة. السطر التالت حشو، وهنا خلصت ال3 سطور حشو. بس تحسوا ان هي بارزة شوية. بعد كده برجع اعيد الجزء ده، فبشتغل 3 سلسلة، هلف الشغل،
وبنفس الطريقة هلف الخيط على الإبرة. دي أول غرزة حشو مش هشتغل فيها، الغرزة اللي جنبيها أهي، وهسحب كده الخيط نفس طول السلسلة، ألف تاني الغرزة اللي تحتيها على طول، يعني دي الغرزة أهي، الغرزة اللي تحتيها على طول، أرجع أسحب تاني وأطلع من ال5 حلقات مرة واحدة، وأرجع ألف الخيط على الإبرة الغرزة اللي جنبها، وأرجع الغرزة اللي تحتها على طول. بصوا أهي دي ودي، كمان مرة الغرزة اللي تحتها على طول، وارجع اكرر الف الخيط على الابرة، ادي الغرزة اللي بعدها، وارجع الف تاني الغرزة اللي تحت، الغرزة اللي تحتها على طول، ادي الغرزة اللي تحتها اهي، الغرزة اللي تحتها هنا، وارجع بقى اكمل بنفس الطريقة. بصوا الغرزة تبقى فيها بروز كده، بكمل واشتغل بعديها 3 حشو، وبكمل لحد الطول اللي انا عايزاه. هشتغل فيها كذا دور واوريكم شكلها في النهاية. وهنا اهو بعد ما خلصت كذا دور من الغرزة، بصوا الغرزة بتبقى مدية فوليوم كده شوية، وظهرها تقدروا طبعا زي ما قلت لكم الغرزة دي نعملها في كذا حاجة، نقدر نعمل منها نعملها في كوفية، نقدر نعملها ببطانية بيبي، نقدر نعملها في شنطة، نقدر نعملها محفظة، تقدروا تعملوا بيها حاجات كتير جدا ومناسبة جدا لخيوط الصوف. اتمنى يا رب تكون الغرزة عجبتكم، واتمنى تكونوا استفدتوا منها، واستنوني فيديوهات تاني ان شاء الله.